الأغلب بيفكر إنه حياة المشاهير والناس اللي بتنشر حياتها على مواقع التواصل الاجتماعي إنه هي الحياة المثالية، وإنهم دائما مبسوطين، وإنه حياتهم مش مثل حياة أي شخص آخر. وهذا الإشي مش صحيح، لأنه مواقع التواصل الاجتماعي كل شخص بينشر عليها شو هو حابب يورجي الناس. بصراحة مش مزبوط إنه إحنا نحاول نطلع على المشاهير ونحاول نخلي حياتنا مثل حياتهم، خصوصا إذا كان هذا الشخص بينشر إشي ما بيرضي رب العالمين. راح يضل حاسس إنه في نقص، وحاسس إنه ما في هدف للإشي اللي عم بعمله. مثلا أنا زمان كنت لما أطلع على الحفلات كنت دائما أحاول أورجي إني أنا مبسوط وإنه كل شي تمام، حتى لو كان في آلاف من الناس موجودين. كنت بالآخر أرجع على الغرفة أكون لحالي وأكون تعبان كثير، لأني كنت أحاول أبين إني أنا مبسوط، وكانت حياتي كلها مشاكل نفسية. فالفرق بين الوقت الحالي وأيام زمان فرق كثير كبير بصراحة، لأنه حاليا عم بلمس السعادة وعم بشوف السعادة وعم بحس فيها بأبسط الأمور. والحمد لله بفضل الله أنا بقمة سعادتي، ومرتاح مع نفسي ومرتاح مع عائلتي، والراحة بصراحة لقيتها بالصلاة. فالمعنى الحقيقي للسعادة هو أنك تكون مع رب العالمين وتكون قريب من الله، وأنه تحاول تستشعر قربك من الله حتى بتقصيرك، ودائما تحاول تستشعر كرم رب العالمين وتشكره على كل النعم اللي أنعمها عليك، وتصبر على كل الابتلاءات اللي ممكن تصير معك بالحياة. فهذه هي النعمة الكبيرة، وهي السعادة الحقيقية بصراحة.